بيبدأ الجزء التاني بالدكتور إجمان وهو على كوكب اسمه كوكب الفطر، وده المكان اللي نفاه سونيك ليه باستخدام الخاتم السحري، وفضل في الكوكب ده لمدة 143 يوم لحد ما قدر انه يصنع الجهاز اللي هينقذه. ولما بدأ في تشغيله طلع الجهاز شعاع غريب جدا، وبعدها اتفتحت بوابة سحرية وطلعت منها مخلوقات غريبة جدا، فجهز إجمان مجموعة فخاخ عشان يقضي عليهم علشان يدخل في البوابة ويرجع لكوكب الأرض. لكنه اتفاجئ بكائن تاني بيدخل من البوابة وكان شبه سونيك لكن لونه أحمر واسمه ناكلز. ولما شاف شعر سونيك اللي كانت مع إدمان سأله جابها منين، عرض عليه إدمان إنه يساعده وهو يوصله لسونيك. بعدها بنروح لمدينة سياتل، كان في مطاردة بين الشرطة واللصوص، وشاف سونيك المطاردة وقرر إنه ينزل عشان يساعد الشرطة ويوقف اللصوص دول، وفعلا قدر سونيك إنه يوقف العربية عن طريق تفكيكها. رجع مرة تانية للبيت وهو بيتسحب علشان محدش يحس بيه، ولقى في الدرج ريشة اللونج اللي كانت بتربيه. قال لنفسه إنه هيخليها فخورة بيه علشان بيساعد الناس. راح علشان ينام لكن وصلت مادي وقالت له إنه عنده ميعاد النهاردة مع توم، وبيروح سونيك مع توم وقعدوا يصطادوا في البحيرة، لكن وهو قاعد يصطاد نام ووقع، فطلعوا توم من البحيرة وقال له إنه ما كانش في أوضته امبارح لأنه دخل الأوضة وملقاهوش هناك، وإنه خرج عشان يساعد الشرطة وما نامش بالليل. وقرا الجرايد وكان مكتوب فيها إنه عمل فوضى في مدينة سياتل لأنه دمر حي كامل عشان يساعد الشرطة. وسونيك قال له إن دي مش مشكلة وإن المهم إنه قبض على المجرمين. فتوم بيقوله إن اللي عمله ده تصرفات أطفال مش تصرفات أبطال خارقين، وسونيك قاله إنه مش هيعمل كده مرة تانية. ولما رجعوا البيت فتح لهم سونيك بوابة سحرية لمدينة هاواي لأنهم هيروحوا حفلة جواز صاحبتهم راشيل، واداله سونيك خاتم عشان يقدر يرجع مرة تانية. في نفس الوقت اتفتحت بوابة تانية في مكان في المدينة طلع منها كونفو التاني واسمه مايلز، ومعاه جهاز عشان يساعد في البحث عن سونيك. كان عنده نفس سرعة سونيك وبيقدر يطير كمان، بس قطعت الكهرباء في بيت سونيك ولقى شخص بيخبط على الباب. ولما فتح الباب اتفاجئ بان الدكتور اجمن واقف قدامه، ولما حاول سونيك انه يضربه لقى ان ناكلز هو اللي قدامه وضربه، فحاول سونيك انه يشحن طاقته ويهجم عليه، لكن ناكلز قدر يوقفه بكل سهولة وقال له انه جاي هنا علشان يرجع حاجة اسمها القوة المطلقة. ولكن بسرعة جه مايلز بعربية الشرطة وخبط ناكلز وقال لسونيك انه يركب معاه لانه صديقه، واتعرف الاتنين على بعض وبيقوله ان ناكلز هو اخر فرد من قبيلة اسمها ايكادنز، وهو اقوى محارب موجود في المجرة، وانه بيبحث عن الزمرد العظيم لانه بيدي القوة المطلقة. وصل عندهم ونط على العربية لكن العربية وقعت من على الجسر، فمايلز اخد سونيك وطار في الهواء وقدروا يفلتوا منه. وبيوصل الدكتور اجمن للمكان وبعت رسالة للمساعد بتاعه وقال له انه يبعت له الالات، فشغل المساعد الأجهزة وبعتها لإجمن. ولما وصلت عنده الطيارات بتاعته ساعد ناكلز عشان يطلع، وعرض عليه الدكتور إجمن إنهم يتحدوا مع بعض ويستخدموا القوة المطلقة عشان يقضوا على سونيك. بعدها بنشوف سونيك بيفتح الخريطة اللي اديتها له المربية لونج ولقى عليها رمز الزمرد العظيم اللي اتكلم عليه ناكلز. بدأ الرمز ينور وطلع منه ضوء غريب على هيئة لونج اتكلمت مع سونيك، وكانت عبارة عن رسالة سجلتها قبل ما تموت. قالت له إن كوكب الأرض اللي أرسلته ليه هو المخبأ السري للزمرد العظيم، وشرحت له قوة الزمرد العظيم وهي تحويل الأفكار لحقيقة، وواجب عليه إنه يحمي الزمرد ده عشان ما يقعش في إيد الأشرار. وكمان قالت له إنه يمشي على الخريطة عشان يدور على الزمرد ويحطه في مكان آمن. وودعته لونج وانتهت الرسالة. وكان أول دليل في الخريطة هي بوصلة موجودة في سايبيريا، ولو لقوها هتعرف مكان الزمرد العظيم. فاستخدم سونيك الخاتم السحري وفتح بوابة لسايبيريا، ودخلوا للبوابة ولقوا بيت واحد بس. قرر سونيك إنه يستخبى فيه لحد ما تنتهي العاصفة، وبيقدر مايلز إنه يتكلم بلغة البلد باستخدام الجهاز اللي معاه. اتعجب سونيك من اللي حصل، ومايلز قال له إنه مشهور باختراعاته وإن الأجهزة دي هي اللي وصلته لكوكب الأرض عشان يحذروا من ناكلز. في الوقت ده جت رسالة لسونيك من شخص اسمه دونات لورد، وكان مساعد إجمان، وقال له إجمان إن هم هيستغلوا ناكلز عشان يوصلوا لسونيك، وإنه مش هيكتفي بقتل سونيك بس، ده كمان هيسيطر على المجرة كلها. قدر إجمان من الرسالة دي إنه يحدد مكان سونيك، وعرف إنه موجود في شرق سايبيريا. وفي المطعم باص جهاز مايلز وبدأ يشتم صاحب المطعم، لكن أهل القرية اتجمعوا عليهم ومسكوهم عشان يرموهم في النار. وقبل ما يرموهم قال مايلز كلمة إيفونيكا، وكانت الكلمة دي عبارة عن قتال هيعملوه عشان يصفوا حساباتهم، ولو فازوا هيسيبوهم يمشوا، لكن لو خسروا هيرموهم في النار. وكان القتال عبارة عن منافسة في الرقص، وقدر مايلز وسونيك إنهم يكسبوا ويرجعوا الخريطة مرة تانية. ناموا الليلة دي في المطعم، وفي تاني يوم كملوا طريقهم مشي ورا أجهزة مايلز.
مايلز وعرفوا انهم قربوا من المكان ووصلوا لكهف غريب وفي باب على شكل بومة، وقال لسونيك انهم في الطريق الصحيح. شرح له مايلز تاريخ الزمرد العظيم وازاي انهم في الاول كانوا عبارة عن 7 احجار مع محاربين ايكادنس ونتج عنها الزمرد العظيم، وعلشان ما تقعش القوة دي في ايد الشخص الغلط اتفق المحاربين انهم يخبوا الزمرد العظيم في مكان بعيد عن الناس. فكملوا طريقهم ولقى سونيك على الحيطة نفس العلامات اللي موجودة في الخريطة، وقام بتحريك الأحجار وخرج شعاع غريب من التمثال. اتجه الشعاع ده على سونيك وطلعت منه البوصلة اللي كانوا بيدوروا عليها، وفجأة ظهرت طيارات إجمان وحاصرتهم من كل مكان، وبرضه وصل ناكلز هو كمان، وقدر سونيك ياخد صاروخ من طيارة إجمان ورماه على ناكلز، فاستغلوا الفرصة في الهروب وطلعوا من الكهف. وبيتفرق الاتنين جري سونيك على الأرض وطار مايلز في السماء، وقدر سونيك يدمر أغلب العربيات اللي كانت بتطارده، بس ظهر ناكلز وراه وحاول يضربه، فمسك سونيك في حافة الجبل ووقعت منه كل الخواتم السحرية. بدأ يتكلم مع ناكلز وبدأ يلوم كل واحد التاني بأنه السبب في تدمير حياته. كان والد ناكلز وقبيلته هم اللي قتلوا البومة والدة سونيك، لكنهم ما رجعوش للقبيلة بعدها عشان كده اعتقد ناكلز ان سونيك هو السبب في موت والده. بعدين وصل مايلز من ورا ناكلز وأطلق عليه جهاز، وسونيك رماله البوصلة وأمره إنه يهرب علشان يسيب المكان، لكن إجمان فاجئهم وخطف البوصلة وضرب مايلز بالصاروخ. وبنلاحظ إن ناكلز أعجب بتصرف سونيك جدا لأنه راح عشان يساعد مايلز وساب البوصلة. وبعدين حصل انهيار جليدي، وعشان يهربوا اتصل سونيك بتوم وقال له إنه يستخدم الخاتم اللي اداهوله قبل كده عشان يفتح لهم بوابة، لكن بنعرف إن الخاتم اتبدل مع خاتم العريس، وبيضرب توم العريس لأنه مرضيش يديله الخاتم، فأخده منه وفتح بوابة لسونيك عشان يعرف ينقذه. ولما وصل سونيك للمكان بنعرف ان العريس تابع للمخابرات، وكان الجواز ده مش حقيقي، دي كانت خطة من المخابرات عشان يقبضوا على سونيك. راحت مادي وراشيل عشان يهربوا توم، وقدروا يهزموا الحراس بأجهزة مايلز الغريبة. وصلت عندهم مادي وقدرت تنقذهم، وفي نفس الوقت وصل الدكتور إجمان وناكلز لمكان الزمرد العظيم بسبب البوصلة اللي أخدوها من سونيك. ولما شاف سونيك الشعاع ده في السماء عرف انهم وصلوا لمكان الزمرد، وقال لهم انه هيوقفهم لوحده عشان محدش يتأذي من اصدقائه. وفعلا شحن سونيك قوته وجري بسرعة فوق المية عشان يوصل لمكان الزمرد. بعدها في المخبأ اللي موجود فيه الزمرد بدأ ناكلز وإجمان يعدوا من الفخاخ، وده اللي صعب عليهم المهمة، لكن في الآخر قدروا يوصلوا له. إجمان كان عاوز يخون ناكلز لأنه مبقاش محتاجه في حاجة، لكن قطعوا سونيك لما وصل للمكان. بدأ سونيك وناكلز قتال ضد بعض عشان الزمرد. قدر سونيك انه يوقفهم قبل ما ياخد الزمرد، لكن ناكلز كان اقوى وضربه ومسك الصخره وكان عاوز يقتله، لكن سونيك قال له ان اجمان استغله عشان ياخد الزمرد، وقال له اجمان انه فعلا كان بيخدعه واستغله عشان الزمرد. وللاسف اخد الزمرد وبدا المعبد ينهار وغرقت الميه المكان، ووقعت صخره كبيره على ناكلز وكان هيغرق في الميه، لكن سونيك رجع له وانقذه. وعشان سونيك ما بيعرفش يعوم مسكوا ناكلز وطلعوه من الميه، وبداوا يتكلموا الاتنين مع بعض وتصالحوا واتحدوا ضد اجمان عشان يرجعوا الزمرد. وبنرجع لمدينة سياتل لما الشرطي شاف مساعد إجمان وعرف إن في حاجة غلط في المحل، ودخل علشان يقبض عليه، لكنه اتفاجئ بإجمان في المحل بعد ما اكتسب القوة المطلقة. وحرر إجمان المساعد بتاعه وربط الشرطي مكانه. وبتوصل الشرطة والجيش للمحل وفكروا إنهم هيقدروا يقبضوا على إجمان، لكنهم اتفاجئوا بالقوة العظيمة اللي اكتسبها من الزمرد وما قدروش يوقفوه. وصل مايلز للمكان بالطيارة بتاعته ومعاه سونيك وناكلز، وبما إن قوة الزمرد هي تحويل الأفكار لحقيقة قدر انه يصنع رجل آلي كبير جدا وقدر يسيب سونيك بصاروخ، لكن سونيك رجع مرة تانية بالصاروخ وضرب بيه الرجل الآلي. لكن للأسف كل الهجمات مش بتأثر فيه بسبب قوته الكبيرة. قال لهم سونيك انه هيحاول يشتته وهم هيحاولوا يوصلوا لإجمان عشان يدمروه. بدأ سونيك يستفز إجمان والآلي وبدأ يركز عليه وراح وراه، وقدروا مايلز وناكلز انهم يطلعوا على ظهر الرجل الآلي من غير ما يعرف إجمان. وبما ان قوة الزمرد قوية جدا قدر إجمان انه يضرب سونيك بالصواريخ ووقعه على الأرض. مايلز استغل الفرصة وعمل فتحة في الرجل الآلي ودخل عند إجمان، ولما قدر يشتت انتباهه جه ناكلز وضربه وقدروا يفصلوا الزمرد عنه وفقد إجمان قوته. وقع الزمرد قدام سونيك وحاول يوصله قبل إجمان، لكنه كان مصاب وإجمان كان أسرع منه. وفي آخر لحظة جه توم ومادي، ولكن إجمان ضرب الأرض وقلب بيهم العربية. حاول سونيك إنه يستخدم الزمرد علشان يوقف إجمان، لكنه لقى إن الزمرد انقسم لأحجار صغيرة ورجع لأصله، وهي أحجار القوة السبعة اللي كونت الزمرد من البداية. فاعتقد التلاتة إن إجمان هيقضي عليهم، لكن فجأة اتجمعت الأحجار السبعة ودخلوا جوه جسم سونيك، فاعتقد إجمان إنه قضى عليه. لكن سونيك ظهر قدامه بشكل مختلف وكان
كان قوي جدا، قدر يدمر الرجل الآلي بسرعة ووقعه على الأرض. بعدين طلع سونيك الأحجار منه ورجعه لشكله الطبيعي مرة تانية، وقدر ناكلز إنه يدمج الأحجار تاني ورجعهم لشكل الزمرد العظيم. فاتفقوا التلاتة إنهم يشكلوا فرقة المحاربين مع بعض عشان يدافعوا عن الزمرد العظيم ضد أي خطر. وبس كده، فاضل الجزء التالت وهنزله قريب جدا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا عليه لايك وكومنت واعملوا لنا سبسكرايب على القناة، وسلام.